زيدت عليه شنو؟ عن المدرب حتى هنيم ومخليهم. حتى التكريم ومخليهم. بس بتشدهم شو عليك؟ مو تاخذون وقفوا التكريم وقفوا. كنت شايف مبارياتك. شفته بالمطور ما شفته لا بس اللي صفتين، صفتكم كويتيين وصفتكم لاعبين النادي العربي، وانتم يعني بيضتوها قدام الناس هناك. الاخبار اللي وارده لنا من عمان كنتوا يعني خير ساهمت في يعني ظهوركم بهذا المظهر المشرف، وحصلتوا على ميداليه، وكان البقيه كانوا يتصارعون على الميداليات. وهاي ترى يعني هذه يعني ديدن اللي يسمونه بطولات، يعني مو كل الناس تاخذ ميداليات كلهم، ولا كل الناس تخسر ميداليات. واحد ياخذ ميداليه، تكون ميداليات متنوعه، الذهبي، فضي، برونزي. المهم انه هو احتك مع مستويات زينه، قدر يستفيد منها. والشاطر فيكم اللي يقدر يطبقها لما يجي هني يطبقها مع اللاعبين من الانديه الاخرى ويكسب منهم ميداليات. يعني هذا فائده الاحتكاكات الخارجيه، وفي نفس الوقت الفائده الاخرى انكم تشوفون الدول اللي قدامكم وين وصلت في مجال لعبتكم، وتستفيدون منها وتطبقونها من خلال منافساتكم في المحليه، وحتى لو بعد طلعتوا مره اخرى راح تفيدكم. هذه كلها عباره عن خبرات متراكمه راح تستفيدون منها. وقواكم الله وما قصرتوا، وان شاء الله نحتفل فيكم بعد مره اخرى ان شاء الله في بطولات اخرى. والان راح يكون يعني توزيع مكافآت عليكم، وراح تكون من عبد العزيز عاشور نائب الرئيس التبرع لكم، ومن الأخ حسين عاشور هم بعد تبرع لكم بمناسبة أول شيء حصولكم على ميدالية، لأن هذه الميدالية قد يعني صحيح سجلت باسم لاعب من عندنا، ولكن هي سميت باسمكم كلكم، من مدرب إلى لاعب إلى وفد إلى كلها تتسجل بهذه باسمكم. وبارك الله فيكم، وهذا خبرنا في شباب العربي، والله يقويكم إن شاء الله، ونحتفل فيكم في مرات قادمة إن شاء الله بإذن الله. والله أشهدك أنا أمسك زين، خليني على يمين وايد شنو ما يطول. والإداري بنفسه الكابتن عطار مو قصر دائما معاكم، وهو صاحب الفكرة واللي فاجأني لما شافني موقف سيارات وقال لي أنا بسافر عدل، وأعطيناه الموافقة حيل، والحمد لله جات على الصورة هذه. ألف مبروك، وإن شاء الله منها إلى الأعلى، ونلتقي إن شاء الله بمرات ثانية لكم معاكم أنتم أو مع أخوانكم، وإن شاء الله بالألعاب الثانية كلها. حلوة الجمعة هذه وحلوة المناسبة، وإن شاء الله تكون هذه بداية تكريم لكم لبطولات ثانية. الله يوفقكم دائما إن شاء الله، مشكورين. مع العم وسام واقف هني، والاخ فؤاد المزيدي يعني اخوان كبار لي هني، وهذا الشيء طبعا مو شيء بسيط، لكن انا عندي يعني نقطه لازم احب ابينها لكم. النقطه اللي ابينها لكم ان دائما اللعبه الاولى او اللعبه الشعبيه في اي دوله في العالم هي كره القدم. فدائما اللعبات الثانيه لازم ما تحس انك انت عبالك ان النادي ناسيك، لا، متى تفرض نفسك على النادي؟ لما تجيب البطوله، لما تجيب الميداليه، انت تصير واجهه النادي. يعني على قولة كل واحد زمان زمانك، الحين الفتره الزمان زمانكم، لان انتم اللي حققتوا الذهبيات، انتم اللي حققتوا الذهبيه مرات، صارت العين بس عليكم انتم، التوجه عليكم، فينجبر العرباوي او مجلس ما تجيبون الميداليه الثانيه. عرفوا ان في ناس لحد الان، والنادي العربي ورجالات النادي العربي او اي شخص في النادي العربي اللي يفرض ويجيب نتائج غصبا عليه، يفرض نفسه على الواقع الموجود في اي لعبه كانت. ومبروكين، وهذه جوائز بسيطه ماليه وعينيه وتستاهلونها، وسامحونا على قصوري يعني بيني انا واخوي عزيز.
وان شاء الله نلتقي مناسبات اكثر، ولا تحاتون انتم دائما على البال. مبروكين مره ثانيه وسامحونا. مشكورين 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 مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد العطار، المدير الفني ومدير لعبة التايكوندو بالنادي العربي. أنا أتكلم باسمي كرئيس للجهاز وبالإنابة عن جميع اللاعبين. نشكر أبناء عاشور على هذا التكريم. الصراحة يعني السيد عبد العزيز عاشور مواصلني من وأنا في الأردن، وواصلني وأنا كنت في الكويت، ودائما يسأل عن اللاعبين، وهذا شيء يحسب له بصراحة. واشكر العم عبد الرزاق المضف، واشكر الاخ ابو احمد، يعني نطرني لاخر الليل لان استلمت الدعوه من الاتحاد الاسيوي وعطاني موافقه وقال لي روح ويعطيك العافيه ومن هالكلام الطيب. يعني كان صدق مجلس اداره النادي العربي بالفتره الاخيره وقفوا مع الفريق، والحمد لله رب العالمين كانت هذه النتيجه اللي حصلنا على ذهبيه للعالم للانديه. ويعطيكم العافية ومشكورين. وأتمنى من جميع الشخصيات العرباوية ما تنسى هذا الفريق، كونهم جميع اللاعبين جايبين على الخليج ذهبيات خليج، جايبين ذهبيات في الدوري، فهذول أفضل ناس بالنادي العربي اللي خذناهم معنا في بطولة العالم للأندية. وإن شاء الله عندهم استحقاقات جاية في بطولة قطر، وعندهم استحقاق في بطولة الفجيرة الجاية، وعندهم الدوري والأولمبي الشباب. ويعطيكم العافية وما قصرت جدا. اللاعب ناصر أمير. ناصر شرار 3 ذهبيات في الدوري هذا الموسم. حبيبي نصر تستاهل. لاعب تحت وزن 51. عزبي العازمي فضية بطولة قطر تصنيف الأولى للمحترفين فضية. خلاص 3 ذهبيات هذا الموسم عزبي العازمي في وزن تحت 63. اللاعب طلال أمير. طلال ذهبية شباب وذهبية خليج، البطولة الأخيرة ذهبية خليج. حبيبي طلول حبيبي. هذا حبيبي تساهل. يلا تعال. لاعب عبد الله إبراهيم. كله يسمونه عبد الله إبراهيم وعبد الله الإبراهيم. إبراهيم الإبراهيم. طالب يدرس في بريطانيا، جاي من بريطانيا وشارك معنا. ابراهيم عيال خاطر يا خمس. ايه تعال ان شاء الله. تعال والله النوفذي. الله يستاهل. تعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يعني أشكر الأخ أبو سند على يعني وجوده ويا الأخ محمد العوضي على تغطية هذا التكريم. التكريم يعني إن شاء الله يعني إحنا ما نبي نكبر الموضوع، هذا شيء بسيط حق أبناء النادي العربي. ناس أي لعبة تفرض نفسها وتجيب بطولات أكيد يعني إن شاء الله تلقى لها ناس تكرمها وتحس فيها. وأنا أرد أكرر على الكلمة إنه لازم في رجالات بالنادي العربي يحسون على دمهم في خصوصا في هذا المجال. أنا يسمح لي الجمهور العرباوي إني أنا أتكلم دائما بعفويتي، وهذه عفويتي اللي إن شاء الله بدون رياء ولا نفاق تكونون متعودين عليها. ما راح نتكلم إحنا شنو كرمنا ولا شنو يبنا، لأن مهما راح نقول مو هذا اللي إحنا نطمح عليه ولا هذا الشيء اللي قاعد نفكر فيه في النادي العربي. إحنا طموحنا أن نرتقي في النادي العربي. صار لنا تقريبا 2 موجودين فعليا في النادي العربي. ما راح نتكلم عن الجهد اللي قاعد نبذله أو الإخوان الإداريين أو الفنيين أو الأجهزة الموجودة في النادي العربي كلها قاعد تقوم في دور جبار، لكن الأبرز هو اللي يبين من ناحية اللاعب أو الإداري أو الفني. يبرز متى؟ يبرز في النتائج أو في تحقيق البطولات وفي تحقيق رفع اسم النادي العربي ورفع اسم ديرته الكويت إذا مشارك برا. فهذا أقل واجب نسويه. وهذا تكريمي اليوم اللي هو منفصل بيني أنا وبين أخوي عبد العزيز عاشور. يعني أنا قالوا لي إن في لاعبين جايبين بطولات، وصراحة ترى ما عندي تويتر بس بلغوني، فقلت بدام جايبين ففرضوا نفسهم إنهم لازم يتكرمون. فإن شاء الله إحنا كرمناهم بأسرع وقت ممكن عشان نعطيهم دافع. ولي كلمة أخيرة لباقي الفرق اللي موجودة في النادي العربي. الفرق الفردية، تنس الطاولة مثلا، إذا ما أعتقد ما عندنا تنس طاولة، سلاح الشيش، تايكوندو، كاراتيه، سباحة، سكواش، لا يفكرون انهم منسيين في النادي العربي. طول ما انت تحقق بطولة وتجيب ميداليات تفرض اسمك وتفرض نفسك ان تنجبر ان الواحد يكرمك. عاد هني يجي دور الشخصيات العرباوية اللي هي تكون بعد كل واحد وكيفه، بعد ما في احد يغصب احد. بالنهاية الف شكر للاعبين اللي خلونا نبرز ان احنا نكرمهم. أنا دائما لما أكرم أي فريق أقول لهم مشكورين إن خليتونا إحنا نبرز إن إحنا نكرمكم، لأن لو مو هم يأخذون الميداليات إحنا ما نبرز إن إحنا نكرمهم ماديا أو معنويا أو يعني سواء جوائز مالية أو عينية. وهذا أرد وأكرر أقل واجب لخدمة النادي العربي، ولا هي منه ولا هي مصالح انتخابية ولا من هالكلام. الحمد لله رب العالمين احنا قاعد نفتر على جميع اللعبات، وان شاء الله يتكاتفون اعضاء مجلس الاداره. الكلمه الاخيره ان شاء الله يتكاتفون اعضاء مجلس الاداره سواء الحاليين او اللي راح يجون بعدين لخدمه النادي العربي وخدمه جمهور النادي العربي. وهذا الاساس اللي بنى عليه النادي العربي واسس النادي العربي. بالنهايه لا زعيم للكره الكويتيه الا الزعيم العرباوي، ومشكورين يا جماعه وما قصرتوا.